بنت ملياردير رمت بوكيه الورد، لكن البوكيه فجأة وقع في إيد شحات عنده 80 سنة. كل اللي في المكان اتصدموا، لأن المعروف إن اللي يمسك البوكيه هو اللي هيتجوز العروسة. منظم الحفلة بسرعة قال إن ده مجرد حظ، وبعت مساعده فوراً عشان يرجع البوكيه. لكن لما الست رمت البوكيه تاني، الكل بدأ يهلل ويقفز ويحاول يمسكه. الغريب إن البوكيه كأنه ليه عقل لوحده، وطار على طول ووقع في إيد الشحات. ده خلى الست محتارة جداً، لأنها كانت صلت في الكنيسة حب عمرها في مراسم رمي البوكيه. ورغم إن الموضوع صعب يتصدق، أعلنت قدام الكل إنه لو مسك البوكيه للمرة الثالثة هتتجوزه. وسط تشجيع وهتاف كل الناس رمت البوكيه للمرة الثالثة. المفاجأة إن المرة دي ما وقعش في إيد حد، لكنه وقع جنب كلب شارع، والناس كلها كانت محتارة لحد ما الشحات قرب واحدة واحدة ولقط البوكيه، واتضح إن كلب الشارع ده كلبه هو. الكل في المكان حاول يقنع الست تتراجع، فهي شابة وجميلة وغنية، والشحات ده واضح إنه مش مناسب ليها. لكن الست كانت مؤمنة إن ده قضاء ربنا، وأصرت تلتزم بوعدها. وهي باصة في وشه المليان تعب وسنين، ترددت شوية بس من جواها كانت متأكدة، فقررت تمشي ورا القدر. الست غمضت عينيها وباست خد الشحات بهدوء. فجأة الشحات جسمه ارتخى ووقع على الأرض. الست اتخضت ونزلت تشوفه، وطلعت موبايلها عشان تطلب إسعاف. وفجأة نور ذهبي قوي طلع من جوه الشحات، وطلع إن الشحات وإن كان باين عليه الفقر والتعب، إلا إن بوستها صحت جواه ذكريات وقوة كانت مدفونة. وبعد ما فاق ورجع لوعيه، أقسم بجدية إنه هيخليها أكتر ست محترمة ومقدرة في العالم.